السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم: الجزائر تمنع طائرة المنتخب المغربي من المرور فوق الجزائر. غادرت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مطار حمد الدولي بالدوحة عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم قطر 2022. وحلقت الطائرة الأسود الأطلس في السماء إيطاليا قبل قليل على أن تصل إلى المغرب بعد ساعتين تقريبا. وكما كان متوقعا، لم يسمح النظام العسكري الجزائري بمرور الطائرة التي تقل المنتخب المغربي الذي حقق آمال الأفارقة والعرب والأمازيغ في مونديال قطر عبر الأجواء الجزائرية. وطال مسار الطائرة بشكل غير طبيعي بسبب إغلاق الجزائر أجواءها على الطائرة المغربية منذ مدة، حيث كان المسار العادي هو الاتجاه في خط محاذ لساحل المتوسط بعد تجاوز القاهرة. وحطم عدد المتابعين لمسار الطائرة التي تنقل بعثة المنتخب الوطني المغربي الرقم القياسي ببلوغ أزيد من 20,000 متابع. ويتابع المغاربة بشغف كبير على مواقع العالمي الشهير فلاغ رادار 24 مسار الطائرة المغربية في الأجواء، والتي تنقل عناصر أسود الأطلس من الدوحة في رحلة مباشرة تجاه العاصمة الرباط. هذا وبدأت استعدادات العاصمة الرباط على قدم وساق منذ أمس الاثنين من أجل استقبال المنتخب المغربي استقبالا جماهيريا كبيرا، كما سيتم استقبال بعثة الأسود من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة الرباط، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بوصوله لنصف نهائي كأس العالم كأول فريق عربي وإفريقي. وهذا خبر اليوم. المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لدعمنا وتحفيزنا للاستمرار. شكرا لكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.